دكتور وإعلامي معروف وبرامجه عاملة له مشاكل، صاحب مقولة الرجالة غلابة والستات مودين البلد في داهية. علاقته بالزعيم عادل إمام مفاجأة وكان التمثيل مش كاره، قالوا إنه مشي من شغله لما ما حافظش عليه، وتهمته شيرين عبد الوهاب إنه عمل حركة ورطتها في 8 مليون جنيه، ومن وقتها اتحطت بسببه في مشاكل متلتلة مع روتانا. مين هو المذيع كريم الحميدي مدير أعمال شيرين عبد الوهاب السابق، وإيه اللي عمله معاها وخلاها دفعت 8 مليون جنيه في غمضة عين؟ هل فعلا كان متجوز شيرين عبد الوهاب؟ يا ترى إيه علاقته بالزعيم عادل إمام؟ كل ده وأكتر هتعرفوه معايا في الفيديو ده، بس خليكم متابعين معايا للنهاية. كريم الحميدي يا جماعة جابها من تحت قوي، أصله كان طالب متفوق جدا وجايب مجموع عالي في الثانوية العامة، ودخل كلية الطب في جامعة عين شمس، وهوب وهو في تانية كلية ساب الطب وفرهط وطلع يجري ورا الإعلام علشان يبقى مذيع. في يوم سمع عن مسابقة راديو ستار اللي كانت عاملاها إذاعة نجوم اف ام سنة 2003 لاكتشاف المواهب الإعلامية في الشباب الجداد اللي طالعين، وقدم فيها والحظ لعب معاه ونجح فيها. اختارت المحطة من يوم هيكون من ضمن المذيعين فيها ويقدم برامج عليها. طب هتقدم إيه يا عم كريم؟ قال لهم بس مفيش غيرها البرامج الاجتماعيه اللي بتتكلم عن الراجل والست، اصل ده ملعبي من الاخر. وبصريح العباره انا عاوز اتكلم عن ظلم الست للراجل وانها مبعتره كرامته في الارض. برنامج ورا برنامج صيته سمع وبقى معروف وسط المذيعين للراديو من ابناء جيله واللي قبلهم وبعدهم كمان. حتى الناس في الشارع والستات يعرفوه اكتر لانه كان دايما بيهاجمهم بشكل كوميدي ويقول ان هم اللي مودين البلد في داهيه بسبب سواقتهم، اما الراجل يا عيني عليه غلبان. كريم رفع شعار كان التمثيل مش كاري ورافض يمثل، والمره الوحيده اللي وافق عليها كانت مع الزعيم عادل امام وظهر بشخصيته الحقيقيه مذيع، ده لانه ما قدرش يزعل المخرج رامي امام واللي هو اصلا صاحبه الانتيم. كريم بعد ما حقق نجاح كبير في الاذاعه دخل مجال الانتاج الاغاني، وفي سنه 2012 اتولى منصب مدير شركه للانتاج الموسيقي، وبسبب الشركه دي اتعرف على نجمتنا المحبوبه شيرين عبد الوهاب ومسك اداره اعمالها. طبعا بقى هو المسؤول عن كل حاجه تخص شغلها الفني وحفلاتها، وطبعا هي كانت بتامن ليه على كل حاجه، وكل ما يسالها عن حاجه تقول له اللي شايفه صح اعمله. فضل شغال معاها كام سنه لحد ما انتشرت اخبار كتير بتقول انه اتجوز شيرين عبد الوهاب بعد قصه حب كبيره ما بينهم، وبعد كام يوم من الاخبار دي ركب الزحليقه وغيرته شيرين وجابت ساره الطباخ مكانه، ووقتها الناس قالوا دي هي عملت كده علشان حكايه الجواز. لكن شيرين كشفت انها ممشياه بسبب الاغنيه اللي باعها من وراها، ده بعد ما اتهمته الساعات اللي فاتت في مكالمه مع الاعلامي عمرو اديب انه ورطها في 8 مليون جنيه بحالهم، وخلى ازمتها مع شركه روتانا تلعلع اكتر ويبقى ما بينهم مصانع الحداد زي ما بيقولوا. الاتهام المباشر مع شيرين عبد الوهاب انه باع اغنيتها لشركه منافسه لروتانا واللي هي انغامي من غير ما يرجع لها، وده كان من ورا شيرين ودبسها تدبيسه غريبه، ودي نقطه تحول خلتها تقع في بنود العقد. هل شايفين اتهام شيرين ده هيخلي كريم يطلع يرد ولا ايه؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.